أعزائي متابعي اليوم، مساء الخير عليكم وأهلا بكم معانا ومتابعة للقضية المثيرة للوجع والشفقة والألم اللي حصلت في بورسعيد، واللي راحت ضحيتها مشرفة العمال السيدة داليا، ضحية ابنتها وهذا الطفل. النهارده النيابة العامة بقرار من السيد مستشار النائب العام أسدلت استطاعة على تحقيقات النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة. لكن المفاجأة طبعا ان تم احالة بنت المجني عليها ست داليا الى محكمة الجنايات، واحالة المتهم الثاني مرتكب جريمة القتل الى محكمة الطفل، محكمة الاحداث، لان الطفل لم يكمل عمره 15 عاما. الحقيقة هذا القرار يعني مع سرعة انتهاء التحقيقات، وأن النيابة العامة استخلصت من اعترافات المتهمين وأدلة الثبوت والشهود العيان، استخلصت قرارها النهائي بإحالتهم للمحاكمة. ولكن القانون المصري الحقيقة يعني لا يحظر محاكمة أطفال أمام محكمة الجنايات، وأن محكمة الأحداث هي المحكمة المختصة الوحيدة بنظر الدعاوى القضائية الخاصة بيرتكبها الأطفال، خاصة دون 15 عاما. هذا الطفل الذي مارس الرذيلة مع المتهمة الثانية نورهان وعمرها 20 سنة، وخطط ودبر واتفق معاها على قتل أمها، ما كملش 15 سنة. يمكن يعني حاجة بشعة جدا ان هذا الطفل يرتكب هذه الجريمة البشعة، ويخطط ليها كويس هو ونورهان. وده اللي كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة النهاردة، واللي أكدت ان الجريمة ليست وليدة اللحظة، وليس وليدة ان الأم دخلت عليهم غرفة ولقيتهم في وضع مشين، لكن الحقيقة هي كانت نايمة، وهذا المتهم تسلل إلى المنزل بمعاونة بنتها نورهان، فتحت له الباب ومكنته من الدخول، ودخلوا على والدتها وهي نايمة وارتكبوا هذه الجريمة. يعني الناس كتير معترضين ان احنا نقول عليه طفل، لكن الحقيقة النيابة العامة النهاردة قالت انه طفل، وقالت انه لم يكتمل 15 عاما، واحالته لمحكمة الاحداث. والحقيقة المفاجأة المؤلمة ان محكمة الاحداث عقوبتها للاطفال اللي اقل من 15 سنة في جرائم اللي فيها الحكم الاساسي اعدام او سجن مؤبد او سجن مشدد، بتكون الجريمة عقوبتها السجن بمدة لا تقل عن 3 شهور، او ايداعه دار رعاية او تسليمه لاسرته حسب ما يتراءى للقاضي. الحقيقة ان القانون ده المادة 111 من قانون الطفل المصري قالت لا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه 18 وقت ارتكاب الجريمة، مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات. وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل على 3 أشهر. هذا الطفل هيحاكم أمام محكمة الأحداث بتهمة القتل العمد، خططوا للجريمة وقرروا إن هم يتخلصوا من الأم بمعاونة نورهان، اللي طول التحقيقات في البداية أنكرت معرفتها بالواقع. لكن الحقيقة إن النيابة العامة أكدت النهاردة إنه هي بفحص تليفوناتها وتليفون المتهم تبين وجود مكالمات ما بينهم هما الاتنين، بعضها مسجل بيتفقوا فيها على ارتكاب جريمة القتل والتخلص من الأم، بعد ما علمت بالعلاقة الآثمة اللي بتربطهم هما الاتنين وقفلت عليهم او منعت بنتها انها تقابله. بدأوا يتفقوا هما الاتنين على انهم يتخلصوا من الام. نورهان اتفقت على التخلص من امها بمعاونة هذا الطفل اللي احنا للأسف بنقول عليه طفل لانه لم يكتمل 15 عاما. اتفقوا على التخلص من الام، والنيابة العامة يعني النهاردة كشفت عن ملابسات كتير في الجريمة كانت يعني غامضة، لأن طبعا النيابة العامة كانت أثناء التحقيقات بتحظر الاطلاع عليها، وكان في حاجات كتير غايبة جدا عننا وعن الرأي العام. إن هي مثلا بتقول إن هو قتلها بعصا خشبية مثبت فيها مسامير ومطرقة ومية مغلية وسكين وكاس زجاجية مكسورة تسببوا في إصابتها بإصابات كتير جدا، منها جروح ذبحية وتشوهات في الوجه. وزي ما المتهم اعترف في تحقيقات النيابة العامة إن هم كانوا بيخططوا إنهم يقتلوها ويقطعوها ويحطوها في شكارة ويرموها في الزبالة بعيدا أو في أماكن مهجورة، بحيث إن هو ما يتكشفش أمرهم.
ويعني التحقيقات كلها كانت بتدور حوالين ان هما الاتنين اتصلوا ببعض قبل الواقعة. الأم كانت نايمة في فراشها، البنت اتأكدت إن إخواتها الاتنين الولدين خرجوا لدروسهم، واتصلت على الولد وقالت له الجو أمان. جه فتحت له الباب، دخل وحاولوا يعني إن هما الأم يعني فاقت في الأوضة وهما بيحاولوا يضربوها، ضربها بالمطرقة وبالخشبة مثبت فيها مسامير، والبنت رمت عليها مية مغلية وكسروا كاس زجاجي وحاولوا يشوهوا بيه وجهها علشان محدش يعرف معلمها. الحقيقة الأم بعيدا عن أنها توفت رحمة الله عليها بهذه الطريقة البشعة، لكن إن هي تموت على يد بنتها نور عينيها، زي ما كانت بتقول لها في بوست من البوستات. خليني أوريكم البوست اللي هي كتبته، والحقيقة إن مش متخيلة إن هي تكتب لها الكلام ده وبتحبها كل الحب ده ولم تسيء ليها في يوم من الأيام، بالعكس كانت بنتها الوحيدة بتشقى وتتعب علشان تحقق لها كل رغباتها، عشان تجهزها أحسن جهاز، زي ما كانت بتقول لأصحابها في المستشفى، تقول لها حبيبتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني، أنا مهما قلت عنك مش هكفي كلام، يا أغلى عليا من نفسي، يا أجمل نور، كل سنة وأنت طيبة، يا أول نور لعيني، ربنا يسعدك يا رب ويهنيكي ويحفظك يا رب. البنت الحقيقة رحمة الله عليها الست داليا يعني اتعذبت 1000 مرة قبل ما تموت، لما شافت ان بنتها بتخطط لموتها، لما شعرت بالجريمة دي، لما استشهدت، لما حست ان الغدر جاي من اقرب الناس ليها، من بنتها الوحيدة. اعتقد انها ماتت 1000 مرة قبل ما يتم قتلها بالشكل ده. النهارده النيابه العامه في قرارها قالت ان هو امر السيد المستشار النائب العام باحاله فتاه الى محكمه الجنايات، واحاله طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 سنه الى محكمه الطفل المختصه اعمال من نصوص مواد قانون الطفل، لمعاقبتهم على ما اسند اليهم من ارتكاب جريمه قتل والده المتهمه عمدا مع سبق الاصرار. والنيابه اكدت انها في ادله الثبوت والاعترافات التفصيليه للمتهمين والتسجيلات الصوتية اللي كانت موجودة على موبايلاتهم هما الاتنين، ان هما قتلوها وسرقوا هاتفها المحمول، وكانوا عايزين يرموه في مكان ويرموا الجثة كمان في مكان تاني علشان محدش يتعرف عليها ولا يعرفوا انها والدتها، وان هي لما معرفوش يتصرفوا اتصلت باخواتها ادعت ان والدتها مش موجودة، وان جالها تليفون بيقول انها اغمى عليها في مكان، وانهم هيروحوا يدوروا عليها علشان تبعد الاطفال عن البيت، ويحاول المتهم الثاني انه يتخلص من الجثه بمفرده. طبعا نتيجه الارتباك ما عرفوش يعملوا ده، وطبعا قعدوا يدوروا على السيده داليا، وفي النهايه قالوا يروحوا البيت. البنت كانت بتمنعهم باي شكل علشان ما يروحوش البيت يدوروا على الام، لكن لما راحوا هناك لقوا الجثه مشوهه مقتوله. يعني لو سمعنا الزوج نفسه وهو بيقول ان هو مش هينسى المنظر اللي شاف فيه مراته بالصورة البشعة دي، وان هي ازاي شاف جثتها، شاف منظرها، انه مش هيقدر ينسى اللحظات دي ولا هيقدر يسامح اللي عمل في مراته كده، وان لو بنته مدانة يتمنى انه يتم اعدامها في نتيجة ان هي ارتكبت هذا الجرم في حق والدتها رحمة الله عليها. خلينا اسمعكم تاني كده. ايا كان المدان يتحاسب، انا عايز عداله الله، لابد طلب حق مراتي ايا كان القصر، ايا كان لو بنت مدانه هتقولي منها حق مراتي، انا اللي بقول اهو، انا بنتي لو مدانه هتقولي حق مراتي، ما عنديش استعداد ان انا اتنازل عن حق مراتي. ماتت غدر، مراتي ماتت غدر، ما تستحقش اللي حصل فيها، مراتي ما تستحقش والله اللي حصل فيها، دي كانت اطيب انسان في الدنيا كلها، والله ده هيبان في الايام الجايه، ارحموني بس قدام عيني. لو بنتي مدانه في دم امها، لو عدمتها قدام عيني انا مش هتنزل من عيني دمع عليها. انا ما عنديش استعداد اتنازل عن حق مراتي باي شكل من الاشكال. عايزه اقول لكم
وان النهارده مثلا محاميه نورهان كانت بتحاول توهم الجميع ان نورهان ما ارتكبتش الجريمه، وان الراجل خرجها حسب اقوال نورهان في التحقيقات، وهو يعني ذبح الام او يعني تعدى عليها بجروح ذبحيه. طبعا النيابه العامه ما قالتش ان في حاجه اسمها ذبح، ما قالتش ان في حاجه اسمها كده، لكن هي قالت الاصابات اللي اظهرتها الصفه التشريحيه. طبعا تقرير الطب الشرعي اكد انها متعدده الاصابات، ويعني كان في جريمه بشعه بترتكب في حق هذه الام رحمه الله عليها. والتسجيلات اكدت ان نورهان ساعدت وخططت ووصلت، وحتى لو هي ما حضرتش لحظه التعدي بالكامل، لكن هي اللي فتحت له الباب وهي اللي وصلته وهي اتفقت معاه. وتسجيلات الصوتيه اللي بينهم وبين بعض بتاكد ان هما الاثنين يعني متفقين على التخلص من الام بعد ما حاولت ان هي تتصدى للعلاقه الاسمه اللي بينهم وبين بعض. كمان المحامية يعني هي متطوعة طبعا مع الأسرة. الأب نفسه أعلن إن هو لم يوكل أي محامي حتى الآن، لا لبنته ولا علشان خاطر مراته. هو أنا معتمد على عدالة النيابة العامة، والحقيقة النيابة العامة النهاردة بقرارها ده يعني سرعة في إنجاز التحقيقات، يعني أقل من أسبوع حالتهم للمحاكمة. كمان احنا بننتظر تحقيق جلسة المحاكمة الاثنين. البنت زي ما قلنا هيتم محاكمتها في محكمة الجنايات، عندها 20 سنة، تخطت سن الطفولة اللي هو 18 سنة، يعني تحاكم بقانون العقوبات، وطبعا ينتظرها عقوبة الإعدام أو على الأقل السجن المؤبد. الولد زي ما قلنا ما كملش 15 سنة، هيتم محاكمته وفق قانون الطفل امام محكمة الاحداث. هو ده القانون بيقول كده، حتى لو احنا شايفين ان في اي ظلم في هذه الواقعة وانه طفل وارتكب هذه الجريمة ويستحق الاعدام، لكن القانون واضح وصريح في هذه الجزئية، وان احنا لا تعقيب على احكام القضاء، وان شاء الله ننتظر محاكمة عادلة لينال جزاهم هما الاثنين. خصوصا الحقيقة البنت كمان اللي يعني سهلت وخططت ورتبت ودبرت موت والدتها رحمة الله عليها. الكلام ده صادر في تقرير النيابة العامة اللي واضح جدا وصريح، وقال ان في تخطيط. يعني ممكن اقرا لكم انا جزء منه من بيان النيابة العامة، وهو واضح جدا في هذه الجزئية. يعني النيابة العامة بتقول ان هم فقتلها بعصا خشبية مثبت فيها مسامير ومطرقة وماء مغلي وسكين وكاس زجاجية مكسورة، محدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، وذلك بعدما خططا لجريمتهما، خططا الاثنين يعني، وتحينا يوما لتنفيذ المخطط. يعني كان في عدة أيام وعدة مكالمات بيتفقوا عليها. ومكنت المتهمة في الطفل المتهم من دخول البيت خلسة أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفر بها وقتلها، ثم سرق هاتفها المحمول وحاول إخفاء آثار الجريمة. الحقيقة هم حاولوا يخفوا آثار الجريمة بالتخلص من الدم والتخلص من الجثة بالتمثيل بها وتقطيعها. يعني الحمد لله إن هم ما قدروش يعملوا ده، رحمة الله عليها السيدة المحترمة داليا رحمة الله عليها. يعني هي ربنا يجعل كل ما تعرضت له يعني في ميزان حسناتها، خاصة من غدر بنتها الوحيدة، هي بنتها الوحيدة والكبيرة، وعندها طفلين ولدين تانيين في الإعداد والابتدائي. النيابة العامة كمان بتقول إن النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهمين من إقراراتهم التفصيلية بكيفية تخطيطهم للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة، وكذا مما ثبت من شهادة عدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مجريها، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم. زي ما انتوا عارفين ان المتهم ترك التيشيرت بتاعه في مكان الجريمة، يمكن ربنا خلاه يعمل كده عشان يتم الوصول إليه في أسرع وقت، وان التيشيرت ده بعد ما تم فحص الدم اللي موجود عليه تبين ان هو مطابق لدم المجني عليه. والنيابة بتقول وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقع الخاص بالمتهم، ومن تطابق البصمة ورسائل الدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليه، وما تبين من فحص هواتف المتهمين وهاتف المجني عليه الذي استخدمته المتهمة يوم الواقع، من وجود محادثات بين المتهمين منها ما سجل صوتيا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة. كما ضغطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي تم استخدامها والمتهمة في ارتكاب جريمته.
يعني النيابة العامة الحقيقة أقامت الدليل المادي والمعنوي ومع اعترافات المتهمين في مواجهة أقوالهم، وأثبتت الواقع بالكامل أنهم خططوا ودبروا قبل عدة أيام وتحينوا اليوم المناسب علشان يقتلوا رحمة الله عليها الأم اللي راحت ضحية غدر بنتها الوحيدة. يمكن جريمة لا تتناسب مع الفطرة السوية ولا تتناسب مع تعليم الأديان السماوية كلها، إن بنت تغدر بأمها بهذا الشكل وتساعد طفل على قتله لإشباع رغبتهم يعني المشينة. رحمة الله عليها السيدة داليا. ننتظر المحاكمة، ويعني الحكم هو عنوان الحقيقة. هننتظر تفاصيل أكتر، وأكيد في مفاجآت كتير هتظهر أثناء المحاكمة. وأشكركم، تصبحوا على خير.